قضايا في بغداد. شنو علاقة تسليم كردستان بالموضوع؟ أخي قضية يخص كردستان ويخص بصرة ويخص أنبار ويخص موصل، يخصنا كعراقيين. لماذا كيف يخص التركيز على طارق الهاشمي؟ كردستان مو جزء من العراق؟ لو احنا بغير بلد. طيب موجود. واحنا دائما نسمع في هذا الظاهر غير بلد. انت الان تريد وفد، انت تريد وفد دبلوماسي. انت الان كلامك عزيزي تريد وفد دبلوماسي يروح على كردستان ويفاتح الحكومة كردستان في تسليم الهاشمي وكأنه الهاشمي في بلد اخر. طيب كيف هذا طيب الكلام؟ ليش يعني؟ طيب ليش الحكومة دزت قبل هذا الحادثة عشرات المرات وفود؟ كانت وياهم وزير الداخلية، كانت وياهم نائب لوزير الداخلية، كان وياهم مدير الاستخبارات، وصلوا إلى أربيل وهناك اتفقوا حول تبادل المجرمين والهاربين، وحتى في سيطرة كلار أنا عندي علم سلطات الإقليم سلموا ناس هربانين من العدالة بتهمة الإرهاب، سلموهم إلى حكومة بغداد. ليش في هذا المرة الحكومة يتقاعس؟ ليش؟ يعني ليش في سبيل شخص عادي قتل 2 أو 3 يدزوا له وفد بالكامل؟ يعني هسه الآن المشكلة بس تريدون وفد راود لا أخي، يعني الآن ما نريد وفد. الآن يعني في كردستان يريدون وفد رسمي حتى يسلمون طارق الهاشمي. عزيزي المنطق يقول، المنطق أنا ما أقول، المنطق يقول هناك المنطق شخص يقول ثاني. أن طارق الهاشمي المنطق يقول أن هنالك مجرم اسمه طارق الهاشمي مطلوب إلقاء القبض عليه من قبل لجنة قضائية في بغداد، وعدم تسليمه إلى القضاء العراقي أنا أعتقد هو مشاركة بالجريمة وليس له أي تفسير آخر. إن كان مشاركة بالجريمة من موقع قوة فأنا أعتقد هذا ليس من مصلحة الكرد. الكرد ما لهم مصلحة، الشعب الكردي ما له مصلحة من هذا الموقف وتأجيج الأوضاع في بغداد. أنا أعتقد المواطن الكردي العادي ما له مصلحة من تأجيج الأوضاع في بغداد وزيادة الإرهابيين، لأن بالنتيجة أنا أعتقد ربما راح تكون هنالك مواقف في بغداد ليست في مصلحة الكرد، لأن الكرد هنا راح الساسة الكرد راح يبينون أنهم هم ناس فوق سلطة القانون وخارجين عن القانون بسبب قوتهم. وربما هذه الأمور أنا أقول أن هذه الأمور ما تستمر، لأنه ما ممكن السكوت. قضية تتعلق بأمن الناس في العراق. إذا كان الكرد يشتركون في تأجيج الأوضاع الأمنية في العراق أنا ما أعتقد أنهم راح يسكتون إلى نهاية الطريق. والله يا أخي العزيز الرسالة الكردية هذا المرة شو يقول؟ حتى قائمة التغيير اللي السيد نوري المالكي كان يعتمد عليهم في تشكيل حكومة الأغلبية، اليوم السيد نوشيروان مصطفى اجتمع بكل ممثلي حركة التغيير في كافة المناطق في كردستان. الرسالة الكردية يقول الكرد ما لازم يتدخل، إذا تدخل لازم يستغل، لأن القضية صارت استغلال، كل واحد يقول يلا نفسي. الكرد لازم يستغلوا هذا القضية في سبيل تحقيق ما هم في حالة مراوحة مع الحكومة منذ سقوط صدام إلى يومنا هذا. لأن السيد نوري المالكي بصراحة ليس إنسان موضع الثقة. اتفاق ما خلاص يعني أنت تعرف هاي يعني شوف عزيزي، هو الهاشمي إذا لم يسلم إلى بغداد ترى ما راح ينقطع نهر دجلة يعني، ولا الناس راح تموت من الجوع. تفهم علي؟ يعني نعم أنا أقول لك لو الهاشمي متحكم بالمياه مثلا في العراق، لو متحكم بالهواء، كان نقول لك والله كانوا يجبرون أن ينفذون المطالب الكردية. بس الهاشمي إذا لم يسلم بالنتيجة فالعراق راح يبقى مستمر. لكن أنا أعتقد أنه الموقف من ممثلين حكومة كردستان في بغداد راح يتغير بالتأكيد، لأنه راح يكون واضح أمام الناس أن هؤلاء السياسيين غايتهم الخراب بالعراق، غايتهم أن يكون هنالك قتل، غايتهم أن يحمون المجرمين. الموقف من الهاشمي حقيقة يوضح هذا الموقف، وما ممكن الناس أن تبقى تسكت إلى الأبد. طيب لازم يكون